اتصدمت في تركيا. كل الكلام اللي انا كنت بسمعه والفيديوهات اللي انا بشوفها، كل الناس بتحذر ما تسافروش لتركيا عشان فيها عنصرية وفيها نصب والناس هناك مش حلوة. بس اللي انا شفته خلال الاسبوع اللي انا قعدته هنا في اسطنبول غير كده خالص. شفت ناس بتضحك في وشي، ناس بتحاول تساعد. كلمت واحد كبير قلت له عايز اروح الحتة الفلانية، فهو مش فاهم انا بقول ايه، فاتصل لي بحد بيتكلم انجليزي تقريبا من عياله او حاجة وشرح لي. انتوا متخيلين الكلام ده حصل في تركيا؟ دخلت اماكن كتير، اي نعم الناس ما بتعرفش تتكلم قوي انجلش، بس لقيت ناس كتير بتتكلم عربي. تقريبا في كل مطعم دخلته او كل مكان في واحد بيتكلم عربي. من لحظة دخولي في المطار ضابط الجوازات وختم لي على طول، ولا سألني على حجز فندق ولا معاك كام ولا الكلام ده. طبعا عشان انا معايا فيش شنجن قبل كده وسافرت كذا مرة، فهم بالنسبة لهم خلاص الراجل ده داخل سياحة وهيطلع تاني. البلد ممكن تكون غالية شوية، اول يوم انا حسيت بكده، بس في حاجتين في البلد، في اماكن رخيصة وفي اماكن غالية، يعني حسب ما انت عايز. في اكل رخيص وفي اكل غالي. وبالنسبة للملابس هنا، ارخص دولة لقيت فيها ملابس هي تركيا. طبعا في اسعار ملابس غالية، البراندات والحاجات دي، بس الحاجات اللي هي ميد ان تركيا الحاجات دي رخيصة جدا، والحاجات دي الكواليتي بتاعتها حلوة. بالنسبة للمواصلات عندهم اتفاجئت جدا من نظافة المترو، شبه المترو اللي ركبته في الدنمارك بالظبط، المترو اللي كان في كوبنهاجن، نفس النظافة نفس كل حاجة، والبلد نظيفة كمان وفيها شوية من اوروبا بنسبة مثلا 30 الى 40%. خلال رحلتي لتركيا احتكيت بناس كتير، لان هي كانت اسبوع، فانا بنزل الصبح من الفندق برجع بالليل، فبحتك بكل حد، الانشطة السياحية، الناس في المواصلات، المطاعم، الكلام ده كله. ما لقيتش اي عنصرية ولا اي حاجة الصراحة. وعملت تجربة كده ان انا سبت $100 في الفندق بحيث ان انا هشوف الهاوس كيبنج هياخدوها ولا لا. محدش اخد حاجة من الفندق. فالناس هنا محترمة جدا غير اللي احنا بنسمعه عنهم خالص. وفي حياة هنا والبلد جميلة. اسطنبول كبيرة جدا على فكرة. لقيت بس موقف عنصرية واحد، اللي هو عند القارب اللي انا كنت رايح اركبه، فواحد من الناس اللي هي بتقطع لك التذاكر بيتكلم مع صاحبه وراح شاور عليا وقال له شيطان. انا عارف يعني ايه كلمة شيطان، ما سبتوش، مسحت بكرامته الارض. جه وقال لي ماي فريند يو دونت اندرستاند مي، وجاي يسلم عليا، ما رضيتش امدله ايدي. بس ده واحد من ضمن الوفات بتعامل معاها في اليوم. فاللي عايز اوصله لك في الفيديو ان مش كل حاجة تسمعها لازم تصدقها، لازم تشوف بعينك. في مواقف عنصرية تحصل في كل حتة. الناس بتعامل الحيوانات معاملة زي ما بيعاملوها الاوروبيين بالظبط. ده حاطين للقطط اكل في كل مكان. القطط عندهم بسم الله ما شاء الله هنا تخينة، الناس ماشية بكلاب. فالشعب محترم جدا. وبرجع متأخر الساعة 1 و2 بالليل ولا في اي مشكلة، والناس ولا بتكلمك وانت ماشي في الشارع وسايبينك براحتك، والدنيا هنا جميلة الصراحة.